اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل معاكم طريقه خلايا النحل. خلايا النحل دي طريقه حلوه وجميله وهشه وخفيفه وحلوه او سهل سريع، يعني سريع انك تعمليها سريع. فهنعملها معاكم ومش هتاخد معاكي اي وقت، وهتاكلي احلى حاجه انت عاملاها بايديكي. معانا معلقة ونص من السكر، نحطهم في كوباية وننزل عليهم بمعلقة خميرة كبيرة، معلقة خميرة فورية كبيرة كده اهو، معلقة خميرة فورية كبيرة. هننزل عليهم بالمية الدافية وهنختبر الخميرة بتاعتنا قبل ما نحطها على الخبيز بتاعنا. دي بتاعنا علشان تكون مش نظيفة ولا حاجة، فاحنا نبقى ايه، نقطع عليها المسافة يعني. بس كده هنقلبهم كويس وندوب السكر مع الخميرة كويس، وهنغطيهم ونسيبهم يخمروا مع بعض ونشوف الخميرة اذا كانت حلوة او مش حلوة. ان شاء الله حلوة، شكلها هتكون حلوة ان شاء الله. هنغطيها بقى وهنختبرها نشوف. هنا معانا نص كيلو من الدقيق. انا هعمل نص كيلو دقيق يا بنات، نص كيلو دقيق اهو. وهننزل ب3 معالق او 4 الموجودة عندك دي لبن بودرة، لبن بودرة. وهننزل معلقة بيكنج باودر مش مليانة، يعني معلقة ممسوحة كده اهو بالشكل ده اهو. المعلقة متملتش حلو. يلا هنملى المعلقة كده وهننزل بيها على الدقيق. هنحط ذرة ملح وهنقلب المواد الجافة في بعضها كويس قوي اهو بالشكل ده. هو نص كيلو دي هيعملك صينية كبيرة، وكمان يعني ممكن يزيد معاكي اهو. هنقلب كده معانا الخميرة يا بنات بعد ما اختمرت. شايفين الخميرة بعد ما اختمرت للآخر، ملت الكوباية للآخر ازاي. ومعانا ربع كوباية زيت، ربع كوباية يا بنات، مش تكتروا على الربع. ونقلب كويس الدقيق كله، نقلبه كويس كويس. وبعدين هننزل بايدينا، يعني المعلقة مش هتنفع معانا، هننزل بايدينا كده بالشكل ده. ولو هنحتاج مية هنحط مية. انا حاطه لبن بودره علشان لبن البودره بيديها قوام احلى من اللبن الساي اهو. نحط حبه ميه دافيه نكمل بيها العجين اهو. لا تخليها طريه قوي ولا تخينه قوي، هي يعني خير الامور الوسط اهو. شايفين يا بنات العجينه حلوه ومش لازقه في ايديا ولا اي حاجه، العجينه زي الفل مش خدت معايا اي وقت. هتعملي حاجه حلوه وسهله، يا ريت تجربوها والله يا بنات. لو جربتوها ما هتندموا. عارفين العجين ده مش هياخد معايا 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، علشان انا مختبرة الخميرة مخمراها يعتبر. بص معانا نص معلقة سمنة، هندهن الصينية كويس، والصينية دي كبيرة مش صغيرة. نص معلقة سمنة وهندهن الصينية كويس خالص، والجوانب وكله الجناب بتاعت الصينية. هنرش عليها حبة سميد بسبوسة من تحت نبطن بيها الصينية اهو بالشكل الحلو ده. هنبطن الصينيه بدقيق البسبوس، بدقيق البسبوسه. وادي العجين. ومعانا الشوكولاته هنقطعها مكعبات. وادي العجينه الحلوه بتاعتنا بعد ما اختمرت بالشكل الحلو ده. هنقطع كور صغيره كلها مقاس واحد. لو عندك جبنه هتحشي جبنه، لو حابه تحشي بالجبنه حبه، مش حابه تحشي بالشوكولاته برضو. انا العيال طالبينها بالشوكولاته علشان كده عملتها بالشوكولاته. هنعمل كل الكور بتاعتنا قد بعضها مقاس. على فكرة انا يا بنات بقى اقطع القطع من اول قطعة بقطعها في الاول، بعمل على قدها زيها، يعني كل القطعة نفس المقاس. ايدي لما بتقطع اول حتة بتقطع كله زي بعض. معانا بيضة هنضربها مع كيس فانيليا بالشكل الحلو ده. هنضربها كده وهندهن بيها
وش خلايا النحل، وش الصينية بتاعتنا ندهنها بالبيض كويس. لو عندك بيض لبن ممكن تحطي يعني معلقة عليهم، انا مش عندي لبن عشان كده هستكفى بالبيض والفانيليا بس الموجود عندك، مش تحيري نفسك. هندهن كل الصينية كده يا بنات، والله على قد الايد وجميلة يعني، وسعرها مش غالي ولا حاجة، وهتعملي احلى حاجة لولادك تاكلها، وحاجة نظيفة وحاجة زي الفل. والله يا بنات كانت عاملة هشة، من كتر ما هي هشة وجميلة عاملة زي القطنة، خفيفة قوي وانت بتاكليها، وطعم الشوكولاتة فيها روعة بصراحة، روعة روعة، يا ريت تجربوها مش هتندموا بالشكل الحلو ده. انا مش بمدح في نفسي بس فعلا هي الصينية بتتكلم عن نفسها. بعد ما اختمرت بالشكل الحلو ده، رشينا السمسم على الوش بعد ما دهناها، دخليها على الفرن متوسطة. انا ما كانش عندي شربات، لو عندك شربات خفيف مش شربات تقيل تحط شربات خفيف، لو مش عندك شربات خفيف معلقتين عسل نحل على معلقتين مية تقلبيهم في بعض كويس، وكده هتسقي الصينية شربات. السيرب هيكون حلو، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، وتسقي الصينية كده زي ما انت شايفة بالشكل الحلو ده. والله يا بنات جربوها فعلا مش هتندموا، الطريقة جميلة 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 وملهاش حل بصراحة، وشكل الصينية بتتكلم عن نفسها اهو. شايفين المنظر الجميل ده وطرية وهشة. ولو عجبكم الفيديو حطوا شير ولايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.